القرآن كتاب هداية. إن أهم وصف للقرآن وأكثره ورودا في آياته كونه هدى يهدي البشرية لما يصلحها في كل شؤونها، وهو أول وصف يقرع الأسماع عند الابتداء في قراءته. ففي مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهداية القرآن جامعة للمصالح في الدنيا والآخرة، فالقرآن عرف العباد بربهم وبين لهم أفعاله وأسماءه وأوصافه، وكشف لهم ما يحتاجون إلى العلم به من الغيب الذي يدفعهم للإيمان والعمل الصالح، وفصل لهم بداية خلقهم ونهايته، وأعلمهم بمصيرهم بعد موتهم، وأوضح لهم طريق السعادة ليسلكوه وسبل الشقاء ليجتنبوها، وما ترك شيئا من دينهم إلا هداهم إليه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي أمور الدنيا هدى القرآن فيها إلى أحسن السبل وأيسرها وأنفعها، في الاقتصاد والأخلاق والمطاعم والمشارب واللباس والعلاقات الأسرية والاجتماعية، كل ذلك حتى لا يتخبط العبد بل يكون على بينة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.